طبعا كلنا شفنا كرتون وقت المغامرة اللي كان من الكرتونات المفضلة في طفولتي. بس في نظريات وحقيقة عن وقت المغامرة هتغير فكرتك عنه. في البداية هنعرف قصة وقت المغامرة، الكرتون الأمريكي اللي بيتكون من 10 أجزاء. المسلسل بيتكلم عن مجموعة من البشر بيعيشوا في عالم ما بعد الحرب النووية. فين وصديقه المقرب جيك، واللي كمان بيعتبر أخوه بالتبني، واللي بيعيشوا في أرض اسمها أرض أوه. بعد ما سمعت قصة المسلسل استعد يا صاحبي علشان هندمر الطفولة. أرض أوه دي أرض غريبة مليانة بالكائنات الغريبة والسحر والظلام. كل المخلوقات اللي فيها غير بشرية إلا بشري واحد بس، وهو فين؟ طب هي باقي البشر راحت فين؟ خليني أحكي لك القصة الطويلة والصدمة، ولكن ممتعة جدا. حرب الفطر العظيمة هي حرب نووية وقعت في مدينة ضخمة كان بيعيش فيها البشر في سلام. بعد الحرب اتدمرت المدينة بالكامل ومات معظم سكانها، ولكن في مجموعة معينة اللي فضلوا على قيد الحياة. الأشخاص اللي فضلوا على قيد الحياة الإشعاعات النووية تسببت في تشوههم بشكل كامل علشان يتحولوا لكائنات غريبة شبه الزومبي اللي بقوا يهاجموا المدن اللي جنبهم، واحتلوا مساحات كبيرة من الأراضي واستعمار مصاصين الدماء كوكب الأرض كله. كان سكان كوكب الأرض بيقلوا كل يوم عن اليوم اللي قبله بسبب هجوم الكائنات المظلمة عليهم، علشان يلجئوا للسحر والسحرة، واللي من خلاله قدروا يعملوا مدينة سرية تحت الأنقاض وسموها بيتي بيوبا، وابتدوا يعيشوا في سلام. بس تظهر بعد كده كائنات غريبة اسمها الضباب الأسمر اللي دمرت المدينة كلها. وهنا اضطروا البشر يتفرقوا من تاني علشان كل مجموعة تعيش في جزيرة مختلفة. الجزيرة الأولى اسمها العودة للطبيعة، وجزيرة الواقع الافتراضي، والجزيرة التالتة اسمها المؤسسين، ودي اللي بيعيش فيها أسرة فين. طب ايه سبب الحرب الفطري اللي انا حكينا عليها في الأول؟ من زمان كانت الأرض متقسمة 4 عناصر: الجليد والنار والطين والحلوى. في كل عنصر من العناصر دي كان في حاكم مختلف عن التاني. حاكم الجليد واللي كان اسمه إيفان عرف إن في قوة شريرة هتيجي تدمر كوكب الأرض كله. بدأ يفكر إزاي يحصن نفسه ويحمي كوكب الأرض. قرر إيفان إنه يصنع تاج، بس مش زي أي تاج، ده فيه 3 جواهر كل جوهرة ليها قوة خاصة بسبب الطقوس السحرية اللي فيها. وبعد ما إيفان أنقذ الكوكب قرر إيفان إن هو يخبي التاج، وتمر السنين والموضوع يتحول لأسطورة، ويلاقوا التاج ويقرر العالم سيمون إن هو يكتشفه، وكان كل ما يلبسه يتحول للون الأبيض وبتظهر عليه علامات الكبر في السن، وبتطلع له لحية بيضة كبيرة. وبعدها يكتشف إن عنده سحر ويقدر يتحكم في الجليد. وبعد ما اكتشف التاج بقى قادر يكتشف حاجات غريبة، واللي هو السائل الأخضر القاتل اللي كان مدفون في الأرض. السائل الأخضر انتشر وبيدمر العالم، وظاهرة البشر المتحولين بقت بتظهر من تاني. ولكن وسطهم ظهرت كارثة حقيقية، وهو ظهور وحش اسمه إليتشي اللي كان بيدمر أي حاجة تقف في طريقه. لحد ما ظهر شخص تاني اسمه بيلي اللي كان عنده القوة والعقل، وقدر إنه يسجن إليتشي في قلعة ضخمة مخرجش منها لمئات السنين. وفي يوم من الأيام حلم فين إن إليتشي عايز يموته، وراح وحكى للأميرات اللي كانوا مصدومين من اللي هم سمعوه. بدأ الأميرات يفكروا إيه اللي حصل، واكتشفوا إن إليتشي استخدم قوته ووصل لعقل فين ويعرفوا مكانه. والأميرات يروحوا للقلعة ويشوفوه. إليتشي بيستخدم قوته السحرية للسيطرة على الحلزون الخاص بفين، واللي كان سبب أساسي في تحرير إليتشي. هرب إليتشي في محطة مترو مهجورة كان فيها السائل الأخضر المتبقي، ولو وصل إليتشي للسائل الأخضر هيقدر يستخدمه في السيطرة على العالم، لأنه هيديله قوة سحرية رهيبة جدا. بس في الوقت المناسب قدر فين وجيك يوقفوه ويدمروا جسمه، بس لسه مازال على قيد الحياة. الحلزون قدر يساعد إليتشي للمرة التانية بعد ما سرق كتاب دليل الأبطال من فين. وفي يوم من الأيام حلم فين للمرة التانية إن إليتشي بيموت بيلي، وراح لبيلي وحكاله على الحلم وقاله إن هو محتاج كتاب دليل الأبطال. كان لازم إن هما يسرقوا المجوهرات بتاعة الأميرات علشان هي اللي بتكمل الكتاب اللي هيفتح لهم بوابة في عالم تاني يقدروا من خلالها يسجنوا فيها ليتشي. لكن لما جمع بين الجواهر اكتشف إن الحلم اتحقق، وإن إليتشي سيطر على بيلي ونقلها لعالم تاني. العالم ده عالم اسمه عالم بريزمو، وده أقوى عالم في وقت المغامرة.
لأنه بيمتلك القدرة على تحقيق الأماني. وفعلا إليتشي قتل بيلي ودخلوا البوابة، واتمنى إليتشي أمنية، ولكن وقتها نط فين وجيك داخل البوابة، ومن حقهم يتمنوا أمنية. كانت أمنية إليتشي تدمير كوكب الأرض بالكامل علشان تتحقق أمنيته ويدمر العالم، ويجي فين وجيك ويتمنوا أمنيتهم اللي كانت غريبة جدا. اتمنوا إن هما يروحوا لعالم تاني مفهوش إليتشي، وفعلا اتحققت أمنيتهم. اتنقل فين وجيك بعد تاني اسمه بعد المزرعة. بعد المزرعة كان مختلف عن البعد الأول، لأن في البعد ده قدر سيمون يستخدم التاج ويجمد القنبلة قبل ما تنفجر وما يظهرش أي كائنات غريبة، وبالتالي ما يظهرش إليتشي، وكان العالم بيعيش في أمان. ولكن الصدمة بعد مرور الوقت تنفجر القنبلة ويظهر السائل الأخضر، وطالما السائل الأخضر ظهر يبقى إليتشي هيظهر تاني. ومعنى كده إن قوة عالم بريزمو أحيانا بتفشل في تحقيق الأماني، ودي مش المرة الأولى. السبب في ده هو وجود قوة أكبر من قوة جريزمو، وهو قوة جلوب اللي بيعتبر الإله الأكبر اللي مسيطر على العالم. طيب إيه هي قصة جلوب؟ وهل ليه علاقة بإليتشي؟ النظرية بتقول إن إليتشي كان تلميذ جلوب، وكان بيعشق الشر، وكان هدفه في الحياة تدمير العالم. كان جلوب بيحاول يعلم إليتشي يبقى زيه علشان ينقله للعالم الموازي ويسيطر عليه. لكن لما اتمنى إليتشي أمنيته الأولى كانت تدمير العالم، وده خلى جلوب يرفض الطلب بس بطريقة غير مباشرة. كان الانفجار العظيم اللي كان بيحصل بسبب موت إليتشي، وبتنفجر المادة الخطرة عشان يظهر إليتشي تاني، علشان لازم يكون الشر في العالم اللي احنا فيه. ولو ما كانش فين دخل ورا إليتشي غرفة الزمن كان جلوب اتدخل ومنع ولو ما كانش فين دخل ورا إليتشي غرفة الزمن كان جلوب اتدخل ومنع أمنية ليتشي إنها تتحقق، لأنه ضد زوال الحياة. وفي النهاية نكتشف إن جلوب وليتشي هما أبطال القصة، مش فين وجيك. بس كده، قولنا ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة عشان يجيلك كل جديد. سلام.